مرات ابويا مرات ابويا في ايه؟ يعني بابا يضربني. في ايه؟ مش عادي يا بنت عمتك ليه؟ طب في ايه؟ في ايه؟ ماسك بنت عمته عمال يضربها تحت. طب اهدى، في ايه اللي حصل يا محمد؟ ضربتها ليه؟ والله يا بابا هي اللي ضربتني طب الاول. اطلع بره، اطلع بره، هي اللي ضربتك هي اطلع يالا. بره. طب اطلع بره. في ايه؟ في ايه؟ داخل من البوابه تحت ماسك بنت عمته عمال يضرب فيها تحت. لا اله الا الله، هو انت مش هتبطل تمد ايدك على ابنك؟ طب ما تفهم مين اللي غلطان؟ ما انت عارف ان بنت اختك مستفزه وهي اللي دايما بتضربه. مستفزه مش ضربته يطلع يقول له انا هجيب له حقه. المفروض بنت اختك يعني اكبر من ابنك، فالمفروض تبقى هي عاقله، يعني مش كل شويه تدي ده على الولد. انت عارفه ان مخها مفوت يا عبدو ولما صلي حد على النبي بيكلم. كده. طب وطي صوتك، انا سامعاك والله. ممكن تكلمني بالراحه؟ على الصلاه والسلام اهو. خليك حنين على ابنك، نتكلم بالراحه اهو. خليك حنين على ابنك بيحبك. ما ينفعش كل شويه تعصب عليه وتضربه، غلط اللي انت بتعمله ده بجد. اعمل انا ايه معاه تحت لما كل يوم يجي لي شكوى منه؟ هقول لك ايه بس، هقول لك ايه يا عبد، هقول لك ايه بس، هقول لك ايه. مستغرباك والله بجد. انت لازم تكون حنين على ابنك، لازم اما ابنك يغلط تشوف مين اللي غلطان وتحاسبه. مش اي حد يجي يقول لك محمد عمل فيا محمد سوا تقوم تضربه وتجري على طول تعمل معاه مشكله وتمد ايدك عليه. هو انت فكر انت كده بتربيه؟ لما انت تمد ايدك عليه تضربه وتبهدله، هو كده كده انت بتفكر ان انت كده بتربيه؟ يا هدير انا دماغي وجعتني من المشاكل اللي بتجيلي من ناحيته. طب ليه ما تحاولش تبص من منظور تاني يعني؟ من منظور تاني ازاي يعني؟ بمعنى شوف مين السبب في المشكله. أنا غلطان لسه- مش غلطان بتيجي تضرب ابنك. اوقات كتير ابنك ما بيكونش غلطان وانت بتعمل مشكله عشان ترضي اخواتك وامك. ما يا أنت عبدو ده عارف. ابنك بيحبني انا عنك. انا ما بحبش وجع الدماغ يا هدير، بريح دماغي من الاخر. مفيش حاجه اسمها وجع دماغ وبتاع اللي انت بتقوله ده. انا مرات ابوه بيحبني اكتر منك يا عبدو. ليه؟ عشان انا حنين عليه ودايما بشوف لو هو غلطان انا فعلا بعاقبه، لو مش غلطان مش هاجي عليه، هفهمه الصح من الغلط. بتعاقبيه؟ ده عقابه والضرب على طول. لا يا عبدو، العيل ما بيجيش بالضرب. انت مش تعرفي ابني اكتر مني. وبعدين اقول لك على حاجه، احنا في شهر مفترج. ايه؟ ما نبقاش زينا زي اي بيت عايش مرتاح؟ كل الناس فرحانه دلوقتي ومبسوطه. ايه يا عبدو؟ حاضر يا هدير هتعامل معاك عايز كويس. تقلب لنا البيت غم في الشهر المفترج، الشهر الكريم اللي احنا فيه؟ غم؟ ما انا الغم ببقى داخل من البوابه جاي من راجع من شغل الاقي الغم في وشي. على فكره انت اللي بتجيبه لنفسك. بجيبه لنفسي. بالظبط. انا الحركه الوحشه اللي بتضايقني فيك ان اول ما حد يجي يشتكي لك من محمد، ده محمد عمل، تعالى يا محمد وتقعد تضرب. تفهمش يعني؟ ممكن حد يكون بيتبلى على محمد مثلا مره وليكن تضربه من غير ذنب، الولد تعب واعصابه تعبت من الضرب، ما هو نفسيته تعبت، ما هو انت شايف اختي كمان. امه ميته وهو صغير فمحتاجه. ماشي انت شايف اختي عامله مفيش ازاي؟ حاجه اختك واخويا، ابنك. لو ما ضربتش الولد ابنك عندك اهم من الدنيا قلبت كلها. الدنيا. ابنك اهم من انت عشان ترضي حق اختك تضرب لها الولد تموته قدامها عشان ترضيها؟ انا عارف ان بنتها مستفزه وهي اللي بتستفز محمد. طب امال؟ انا راضيه ذمتك، دي عيشه ينفع؟ انا مش انا زهقت اصلا من اللي انا بعمله، زهقت والله العظيم. هقعد انادي في ده وفي ده وفي ده. لا انا عارف ان ابني ساعات ما بيغلطش. اشتري ابنك، اشتري ابنك، كفايه تراضي الكل على حساب ابنك. حاضر يا هدير. ابنك اولى من اي حد في حياتك. امه متوفيه وهو صغير، سابته وهو حته لحمه حمرا، فما معرفش يعني ايه حنان الام، ووقع على الدنيا لما كبر لقى مرات اب بتربيه. حاضر. انا مش امه اللي مخلفاه، بس انا بحبه والله العظيم اكتر من ابني. عارف ان انت بتحبيه وكفايه ان انت اللي مربيه. ولو ربنا كان كرمني والله بعيل كنت احبه اكتر من ابني كمان، ان شاء الله لان محمد ابنك محترم وكويس، فبالله عليك ما تجيش عليه. حاضر. كفايه اللي انت بتعمله في ابنك وركز شويه. مش اي حد يقول لك محمد عمل محمد سوا لا اروح اضرب محمد، لا اروح اعمل مش عارفه ايه محمد. خلاص شوف انت بتعمل ايه، جهزي بقيه الاكل وانا هروح ايه اراضي واقعد معاه شويه. يا ريت. متزعلش مني. انا مش زعلانه منك، انا عايزه ربنا يهديك. والله العظيم انا ربنا يهديني، بس انت عارفه. مش عشان خاطر اختك تزعل ابنك. خلاص يا ستي احنا طول الشهر ده هنفطر لوحدنا هنا، مش هننزل نقعد تحت مع حد. ماشي جاهز؟ يلا انت تفطر على ما انا اروح له ايه الاوضه بتاعته. يهديك.